الزمالك يؤكد جدارته بصدارة الدوري المصري بعد فوزه بصعوبة بالغة على الاتحاد 1-0. واحدة من أقل مباريات الزمالك كلاعب كورة النهارده، ظروف المباراة كانت صعبة، تواجد جماهيري محترم ورهيب من جمهور الزمالك، دخلتين أحسن من بعض، وكالعادة مخرج المباراة عنده مشاكل مع دخلات جمهور الزمالك وعنده مشاكل مع جمهور الزمالك، ما جابش ولا واحدة فيهم، جاب الأولانية على استحياء وما جابش التانية، في حاجة غريبة للمباراة التانية على التوالي، معرفش إيه مشكلته الحقيقة. صراحة يعني زي ما قلت لكم في فيديوهات قبل المباراة خصوصا ماتش الاتحاد ده، قلت لكم الاتحاد فريق محترم وفريق صعب وماتش هيبقى صعب جدا جدا جدا. سيناريو حلو للزمالك، الزمالك بيبدأ المباراة بهدف عن طريق ناصر منسي بعد أول 10 دقايق، الزمالك كان ماسك كورة كان بيحاول يضغط، والاتحاد كان واقف في نص الملعب بيقابل الزمالك وكان لسه ما كشفش عن اوراقه في المباراه، لحد اما احمد فتوح اللي بلعبه سحريه رائعه جدا بيعمل كوره حلوه جدا لناصر منسي اللي بيطلع يلعب الكوره بدماغه بشكل هايل جدا في مرمى جنش عشان يتقدم الزمالك بهدف مبكر، وهدف الحمد لله انه جه في الوقت ده. بعد الجون الاتحاد بدا يكشف عن اوراقه وبدا يلعب كوره وبدا يضغط. قفشه هو كلمه السر في الاتحاد قفشه، عبد الرحمن مجدي ويسري وحيد، ثلاثي خطير جدا جدا في ارض الملعب. لكن اللي معاه المفتاح قفشه، هو اللي بيسوق، هو اللي بيعمل كل حاجه، هو اللي بيرجع ياخد الكوره من ورا وممكن بيرجع يدافع وبيرجع ياخد الكوره، لعيب هايل ولعيب محترم الحقيقه، خلينا واضحين وصراحه ونقول الصراحه. هو اللي الاتحاد خطير جدا جدا جدا، بيلعبوا قفشه في العارضه بشكل مميز، ربنا ستر. الملك بينوع لعب بشكل كويس جدا، عبد الله السعيد مع فتوح بيحط الكوره يمين وبيحط كوره شمال عند بزيرة، وشويه عند شيكو بنزل اللي النهارده واحده من اسوأ ماتشاته، بيعمل حاجات غريبه كالعاده. الواد ده مش هيديك اي انطباع ان هو لعيب كوره، ممكن يعمل لك كوره كل فين وفين، لكن هو كلاعب كوره يعتمد عليه استحاله. عاده ناصر منسي بياخد العالي، وكالعاده محطه بينزل يوزع يمين وشمال، لعيب مهم ولعيب مكسب كبير للزمالك. الزمالك كان عنده حاجه مميزه جدا الشوط الاولاني، بيضغط كويس قوي، كان بيطلع يضغط بشكل بكثافه رهيبه، فتوح كان بيكمل في ال 18، عبد الله السعيد بيلعب كور حلوه، الزمالك كان شكله لحد ما كويس جدا. بزيرة كان بيبقى معاه الكوره، دايما تلاقي شيكو بنزا بيقطع ناحيه اليمين، يعني بيدخل في ال 18 ناحيه اليمين، بيحاول يعمل الحته دي كويس، لكن طبعا كدماغه كتنفيذ صفر. بزيرة عمل عرضيه حلوه، ناصر منسي لعبها بدماغه، لكن المره دي تالق جنش بشكل كبير قوي. محمد شحاته كالعاده بيزودها، بقى لي كذا ماتش بتكلم في حته الناس اللي متابعاني، والناس تقدر تكتب في الكومنتات ويقول لك تقول كده ولا لا، بيزودها بشكل كبير. في كوره في الشوط الاولاني خد الكوره برده قعد يمشي 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 يمشي، في الاخر اداها لعيبه دخل ال 18. طب انت ممكن تتصرف بشكل احسن، ممكن توزع شمالك، ممكن تقف تلعب كوره ناحيه اليمين، ممكن تهدى وتلعب وتباص مع الناس، عايز يعمل كل حاجه في الكوره وده مش صح. تدخل عنيف من كريم الديب على اخوان بزيرة، والحكم بيرجع للفار ويديله كارت احمر صريح، ما فيهاش كلام، الكوره في وش، الضرب في الوش ما فيهوش معلش، وكارت احمر صريح. بعد الطرد كان زي ما قلت لك جابها، كان فيها كريم الديب لعيب هايل باك شمال، والراجل ده بيلعب في نص الملعب عامل زي فتوح كده، وكان بيلعب قدامه يسري وحيد، رجع يسري وحيد بقى يلعب على الخط لوحده. يسري وحيد لعيب هايل على فكره، كان بيلعب في الجيش، كان مرشح يجي الزمالك كذا مره سنه قبل كده. التغيير ده فاجئنا الكابتن تامر مصطفى بتغييره غريبه جدا، خرج مابولولو ونزل فادي فريد. تغييره كانت غريبه جدا بالنسبه لي، مابولولو ما كانش موجود لان صراحه دفاع الزمالك كان بيلعب معاه بشكل جاد وكان دايما بيسقط لتحت، كان هو كان عايز حد يقف بقى في ال 18، فنزل فادي فريد. عاده محمد شحاته بيزودها وبياخد ويدخل على رجل اللعيب اللي تحت، يقول بقى لعب الكوره، حد يقول لا انا شايف ان هي كارت احمر وكارت احمر مباشر ما فيهاش كلام. تهور زياده عن اللزوم من محمد شحاته. اهدى يا شحاته، انت لعيب كبير والله وتفرق معانا سما وارض، هنخسرك ماتشين ليه؟ اهدى والعب بالسهل. يعني الكوره دي كان يقدر يباصي اللعيب واثنين وثلاثه، قرر انه يخش في وسط الزحمه في حاجه مش بتاعته وبيطرد، والمباراه بتصعب علينا اكتر. الاول كان الزمالك المفروض يكون فيه اكتر شراسه، لان الوضع هيتصعب عليك الشوط الثاني. بين الشوطين خرج ربيع، نزل ربيع وخرج عبد الله السعيد اللي كان عامل شوط اول مميز جدا. طيب بالتغييره دي انت عايز توقف لعيب ينزل في نص الملعب يقطع كور وهو مطلوب جدا، لكن الزمالك في الشوط الثاني ما جاش. الزمالك في الشوط الثاني فقد الكوره، بل الزمالك في الشوط الثاني اللعيبه كانت بتجيلها الكوره كانت بتفضل واقفه مكانها، ما حدش بيتحرك، كل واحد واقف في مكانه وبيفضل واقف مبطئ، تجيله الكوره وبطء رهيب، وبطء في التحضير وبطء في الخروج بالكوره وبطء في كل حاجه وتراجع، وسيبنا الكوره بشكل كبير للاتحاد اللي بالمناسبه بيلعب 10، يعني مش احنا بس اللي كنا بنلعب 10، لا هم كمان بيلعبوا 10. عدلت الركنيات للاتحاد قفشه بيلعبوها، بيطلع حسام عبد المجيد ومحمد اسماعيل ولاعيبه الزمالك بيلعبوا بشكل جيد، لان دايما زي ما قلت لكم مهدي سليمان ما بيطلعش في العرضيات بشكل كبير. كوبانزا طول قوي في الملعب، طول قوي قوي مالوش لازمه، ما بيعملش حاجه، ياخد الكوره ويجري ويضيع هجمات. يعني في كوره اخوان بزيرة من النوادر الشوط الثاني خصوصا في اوله، بزيرة عدى من واحد واثنين راح فضل واقف قدامه بشكل غريب جدا، يعني ما فتحلوش الناحيه الثانيه او ما جالوش كده، لا فضل واقف قدامه وفي الاخر الكوره راحت له تسلل، حاجه غريبه جدا. محمد اسماعيل مميزاته بقى في مكانه اللي هو الدفاع، لما بيقطع كوره بيطلع يكمل بيها لقدام بشكل كويس وبيبني هجمه حلوه قوي. عبد المجيد رغم انه عمل ماتش كويس، لكن في كذا كوره طلعها برعونه كبيره، يعني يقطع الكوره يسلمها لعيبه الاتحاد بكل سهوله. وفي كوره في اخر الماتش جوني بوكا لما نزل، يعني المفروض يضغط عليه، لا سابه يستلم ويلف ويلعب. اسمع حسام، انت عامل كذا ماتش اللي فات حلو قوي، انت كنت كابتن الفريق النهارده يا راجل.
ربيع عشان نديله حقه نزل قطع كذا كوره بصراحه، هو بطيء شويه لكن نزل قطع كذا كوره وحاول يكمل لقدام وشاط على الجون. حاول مكسب كبير لما يرجع للياقته البدنيه بالكامل. في مواقف صغيره بيعملوها لعيبه الزمالك في الملعب تبين لك ان يعني لو لعبنا مع بعض الكوره تبقى احسن. النهارده ناصر منسي قطع كوره حلوه جدا من عبد الرحمن جوده وراح لوحده، مفيش ولا لعيب من الزمالك وسط 4 5 لعيبه للاتحاد. طب يا عم اقف وقف على الكوره واهدى وابني لعب ونبدا هجمه. يعني ادي بزيرة هيجي لك، ادي الناحيه الثانيه هيجي لك، اسند في نص الملعب. لا، خد الكوره وجري وسط 5 واتقطعت منه في ثانيه. ليه؟ عبد الرحمن مجدي هايل النهارده، عدى في كوره ولعب بشماله حلوه جدا، لكن تالق مهدي سليمان الحقيقه عمل ماتش كبير جدا وامن ال3 نقاط للزمالك. 70 قرر الكابتن ينزل عداد الدباغ ومحمد السيد مكان مين؟ مكان فتوح النهارده عمل اسيست لكن ما كانش ظاهر قوي، قطع كذا كوره لكن ما كانش ظاهر برده بشكل كبير. خرج شيكو بنزل حاضر الغائب. التغييره دي حلوه لكن التغييره دي عيبها ايه بقى؟ اقول لك انا عيبها ايه. عيبها ان هي فضت الحته بتاعه بنتايج. بزيرة راح فيها لكن بقى بنتايج انهك بشكل كبير، وعبد الرحمن مجدي بقى ياخد بنتايج رايح جاي بشكل كبير جدا والجبهه فضيت بشكل كبير. بزيرة فاق في الاخر وبدا يرد يدافع بعد نزول الدباغه، واول لعبه بيعملها له بنتايج بالعرض اتحرك قبل الكوره، كان ممكن الجون فاضي، عدت من جنش وفي وش المرمى لعبها لمسها كده اي حاجه بتخرج بره في كوره غريبه قوي كان ممكن تخلص. بصراحه بعد التغييرين دول الزمالك بدا يطلع لقدام بالكوره وبدا يروح شويه، ما كانش بيحصل ده في الشوط الثاني. في كوره غريبه جدا للاتحاد، الكوره طالعه من ناحيه عبد الرحمن مجدي اللي بيلعب كوره غريبه، دفاع الزمالك كله مزوق لقدام وقفشه بقى مواجه للمرمى. الحمد لله والشكر لله ومن فضل الله قفشه استعجل ولعب الكوره مره واحده، تالق المهدي وطلعها. كويس ان قفشه ما داسش على الكوره ودخل جوه، يعني قفشه استعجل ولعب الكوره بسرعه، وده الحمد لله من حظنا ومن فضل الله. ومهدي سليمان راح مطلع الكوره وربنا ستر. لعبه غريبه، نص ملعب الزمالك اتضرب ودفاع الزمالك اتضرب. يعني حاجه كده بتفكرني زمان الناس القديمه اللي بتتابعني، كره بركات في ماتش الاسماعيلي بس كانت منفرد من نص الملعب، دي شبهها بس دي كانت اقرب شويه. بركات تقل وعقل وراح بالكوره لكن قفشه استعجل بالكوره رغم انه كان ممكن يدوس ويروح لكن ربنا ستر. دقيقه 80 بيخرج محمد ابراهيم الحاضر الغائب في ماتش النهارده، ما ظهرش بشكل كبير وبينزل مكانه عمر جابر، وبصراحه تغييره كانت مهمه وكان لازم تحصل بقى لان يسر وحيد كان زايد في الحته دي وكان بيعدي براحته ويعمل عرضيات كتير قوي. عمر جابر مع نزوله خد كوره ولعب كوره بالعرض، طبعا وحشه اي كلام، خبط في رجله راحت لمحمد، تطلع الكوره راحت لمحمد السيد مواجهه للمرمى لعبها بشماله وحشه قوي بتطلع كورنر، يعني كان ممكن فرصه جول. عداد الدباغ نزل بصراحه بيقف عداد الدباغ لعيب كوره محترم، لعيب كوره بيقف يقف على الكوره ويتحرك ويشتغل بشكل كويس جدا. نزل خد كوره عدى من ناحيه الشمال ورقص واحد رقص الثاني نيم الثالث وعدل ولعبه وحشه قوي، كان ممكن يلعب لبزيره، كان ممكن يلعب نص، عايز يجيب جون طبعا بنفس على هداف الدوري وتريزيجيه عدى فعايز يجيب جون، بس اعتقد اللعب الجماعي والتعاوني مع الفرقه اسهل بكتير ويسهل اللعب اكتر. مصلحه الفريق اهم، مش يا فرحتي بلعيب من عندي ياخد هداف الدوري وانا اخسر الدوري بسبب انانيه. 85 بينزل ادم كايد عودته مهمه وبيخرج ناصر منسي. بنتايج احيانا بيعمل حاجات غريبه في الدفاع ورا، يعني الكوره بتجيله بيقلش احيانا بيتصرف تصرفات غريبه لكن هو لعيب كويس جدا. بزيرة ضيع كوره حلوه قوي انفراد اتلعبت له حلوه قوي، محمد السيد كان ممكن يلعبها بالعرض، كان ممكن يعمل حاجه برضه لعبها في رجل جنش. فرص ضايعه غريبه، الكوره دي بقى ردت علينا بكوره لعبد الرحمن مجدي لكن ربنا كرم ويعني الكوره عدت جنب الجون رجع لورا والله. الزمالك بدات تفقد الكوره في الاخر خصوصا ادم كايد وحصل دربكه كبيره جدا في قدام 18 الزمالك لكن ربنا ستر. برضه كوره العضيه في الاخر جنش بيتالق ويطلعها بشكل كبير. في النهايه بيفوز الزمالك ياخد 3 نقاط مهمه جدا بتخليه على الصداره، يوصل للنقطه 43 وبيفرق وبيحافظ على فرق 3 نقاط. فاضل مباراه واحده في الدور الاول امام انبي، نلعبها بجديه، نلعبها برجوله، نلعبها بحماس ونحارب على ال3 نقاط وربنا كريم وتكمل على خير والحمد لله رب العالمين. بنشكر مهدي سليمان رجل المباراه النهارده، وطبعا مفيش اي حد اهم من جمهور الزمالك، صاحب اللقطه وصاحب الفكره وصاحب كل حاجه، وفوكس على الدوري، العبوا برجوله، ربنا يكملها بالخير والستر. جمهور الزمالك دايما بيصنع الفارق وهو صاحب الكلمه العليا. شكرا كابتن معتمد جمال، شكرا لعيبه الزمالك، فوز تجاري بحت للزمالك ولكن الفوز ولا شيء تاني غير الفوز، ما ينفعش تتكلم غير تقول مبروك ال3 نقاط.